طبعا التجربة بقى يعني اللي معلقة مع الناس لغاية دلوقتي الكبيرة ليك اللي الناس كلها بتشكرك عليها اللي هي تجربة مسرح مصر. وحضرتك بتقول انك انت دلوقتي طورت وبتعمل مشروع جديد. مسرح مصر جات لك ازاي الفكرة انك انت عايز، ده كان من احساسك انت زي ما كنت عايز حد مثلا يقدمك ففكرت انك تقدم شباب جديد، ولا انت عايز تقدم حاجة للمسرح المصري؟ جات لك ازاي الفكرة؟ يعني بداية أنا كنت بحب أتفرج على عروض، يعني أنا بروح فرق هو كتير قوي بتفرج على عروض. فكنت شفت أكثر من عرض، يعني شفت عرض اسمه شيزلونج، كان في حمد المرغني وفي محمد أنور وفي سارة درزاوي وفي مصطفى خاطر. فخدت أسمائهم وكاتب جنب أسمائهم الأدوار اللي بيعملوها. عرض تاني مع خالد جلال، شفت كان اسمه أين أشباحي، ده كان فيه ربيع وقصقص وعبد الرحمن وكريم عفيفي. فشفتهم. عرض تاني في جامعة عين شمس طب، شفت بشوي وإبرام وحامد، ومش عارف أعمل إيه، لكن واخد أسمائهم لغاية أما جالي برنامج كنت أنا بقدمه، كنت كاتب فكرته اسمه جد جدا. ففي البرنامج ده كنا بنقدم زي سكتشات كده صغيرة، فالسكتشات دي جبتهم هم يعملوها معايا. فاما عرضنا البرنامج وبستضيف ضيف وبعرض له السكتش، فالضحك بتاع الجمهور اللي هم بيأجروهم دول، مش محدش بيقول لهم يضحكوا ولا سقفوا، هم من نفسهم بيضحكوا ومبسوطين وبتاع. هو ده المسرح، يعني هو ده بالظبط المسرح. فما حتى نفس المنتج قال لي تيجي نعمل برنامج تاني، قلت له بدل ما تعمل برنامج تعالى هدي لك كل اسبوع مسرحيه. ازاي؟ فهي الفكره مجنونه اوريدي كانت عندي قبل كده. فقال لي يلا، وتحمس معايا ورحت عملت التجربه. حقيقي يعني هو اكتر من كمان ان هم نجوم حضرتك بتطلعهم، اللي اكتر كمان انه كل اسبوع مسرحيه. ازاي؟ هي بتعتمد على الارتجال نسبة كبيرة جدا، وهي دي مادة بتدرس في المعهد العالي للفنون المسرحية اسمها فن الارتجال. ممكن يبقى ممثل كويس قوي لكن ما عندوش حرفية الارتجال، لكن دي اما تبقى متوفرة عند حد اقدر استفيد منه. فطبعا وقت ما جبتهم انا عايزهم من 12 الظهر ل 12 بالليل، انا كاني يوم تصوير نعمل بروفات بس. فعشان كده قدرنا نطلع كل اسبوع مسرحيه، وكنا بنصور المسرحيتين كل اسبوعين، بنصور مسرحيتين واشيل واحده واحط واحده جديده، وبعدين الاسبوع اللي بعده اشيل واحده واحط واحده جديده ونصور وهكذا. فصورنا او عملنا لغايه دلوقتي 150 مسرحيه. فده لوحده رقم، ده رقم ومجهود كبير جدا، يعني ان كل اسبوع مسرحيه وارتجال وبعدين تصوروها.